أهلا بيكم في المحاضرة رقم 6 من كورس إعلانات ميتا للعقارات من ستيت إديوكيشن. كان لازم قبل ما نفتح مدير الإعلانات ونعمل حملة عقارية خطوة بخطوة إننا نفهم العميل، نفهم المشروع، نفهم الرسالة، هدف الحملة، الشريحة اللي إحنا بنكلمها. ليه بقى؟ عشان لما ندخل مدير الإعلانات ميبقاش الموضوع عبارة عن زراير بندوس عليها وخلاص. الزرار لوحده مش شطارة، الشطارة إنك تبقى فاهم أنت بتدوس الزرار ده ليه. النهارده بقى هنتكلم عن حاجة اسمها مزاد ميتا. ميتا بقى هي اللي بتقرر إزاي وإمتى إعلان يظهر لعميل وإعلان تاني ما يظهرلوش. خليني أقربها لك كده بمثال بيحصل معانا على طول. عمرك وقفت عند بوست عقاري أو عملت لايك على إعلان كومباوند معين أو دخلت تشوف تفاصيل مشروع معين وبعدين لقيت إعلانات عقارية كتير جدا بتظهر قدام منك، وبعدين تسأل نفسك تقول هي ميتا عرفت إزاي إن أنا مهتم بالعقارات أو إني بفكر في العقارات؟ بص، هو الموضوع مش سحر. ميتا بتاخد إشارات من سلوكك. يعني إيه إشارات من سلوكي؟ يعني وقفت عند محتوى عقاري، اتفاعلت مع إعلان عقاري، عملت لايك، عملت كومنت، دخلت تشوف تفاصيل، سألت ومشيت. ده إشارات أنت بتبعتها لميتا إن أنا مهتم بالنوع ده من الإعلانات. طيب فلنفترض إن إحنا عندنا كذا شركة عقارية وكذا إعلان عقاري وعايزين بقى يظهروا للشخص المهتم ده في نفس الوقت. متى هتختار مين؟ هنا بقى كل الإعلانات دي تدخل حاجة اسمها مزاد. يبقى ميتا أخدت من سلوكك إشارات بتدل إن أنت مهتم بالعقارات، أي نوع تفاعل أنت عملته، وهتروح تدور على الناس اللي بتعمل إعلانات عقارية وتبدأ تدخلهم مزاد، وهي بقى اللي بتختار في المزاد ده انهي اعلان يظهر لانهي شخص. ناس كتير جدا بقى من اللي بيعملوا حملات عقاريه مفكرين ان اللي يصرف اكتر هو اللي بيكسب المزاد، هو اللي بيظهر الاول. بس لو الموضوع كده كان اي حد يزود الميزانيه دايما هو يبقى رقم واحد، وده على فكره مش بيحصل. الفلوس عنصر مهم مش هنختلف، لكن الاعلان نفسه لازم يبقى واضح، يكلم شخص صح ويطلب منه خطوه مفهوم. بالمصري كده، مش اي عربيه صوتها عالي تبقى دي اسرع عربيه في السوق. قيس عليه بقى، مش كل اعلان صارف اكتر يبقى ده احسن اعلان وده يبقى رقم واحد. والقاعده اللي عايزك تخرج بيها من المحاضره النهارده ان الفلوس تساعدك تدخل المنافسه، لكن وضوح الاعلان هو اللي يساعدك تكسب المزاد. تعال بقى نفهم يعني ايه مزاد واحده واحده. المزاد يعني مين يظهر للعميل العقاري الأول. تخيل عميل فتح فيسبوك، انستجرام، ومهتم يشتري شقة أو شاليه أو فيلا. في نفس اللحظة في شركات عقارية كتير جدا عاملة إعلانات. ميتا بقى لازم تختار إعلان واحد يظهر في الأول للعميل ده. طيب هتظهر له بإعلان الكومباوند ولا الشقة ولا الشركة دي ولا الشركة دي ولا المشروع ده ولا المنطقة دي؟ هنا بقى بيبدأ المزاد. ميتا مش بتختار اللي دفع أكتر وخلاص، لأن من مصلحة ميتا وإدارة المنصة إنها تطلع للعميل أفضل نسخة، أحسن إعلان يكون مناسب ليه ويكون ضمن اهتماماته عشان ما يتضايقش ويقفل التطبيق. يبقى الإعلان الكسبان هو الأنسب للعميل، يعني إعلان واضح عن مشروع مناسب برسالة سهلة. يعني بالبلدي كده، مزاد ميتا مش خناقة فلوس مين يدفع أكتر فهيكسب، لا. ميتا بتكسب الإعلانات المناسبة للشخص اللي بيتفرج عليها دلوقتي، الشخص اللي هيفهم الإعلان ويتفاعل معاه. ودلوقتي خلينا نجاوب على السؤال بس بشكل تاني. هل دايما اللي بيدفع أكتر فعلا بيكسب؟ أنا هديك الإجابة المختصرة. خليني أقول لك إن ده مش دايما. أكيد الفلوس مهمة ومفيش حملة هتشتغل من غير صرف، بس الفلوس لوحدها مش كفاية. خلينا ناخد مثال بسيط. شاب متجوز جديد وبيدور على شقة بالتقسيط، قدامه 3 إعلانات أو ظهر قدامه 3 إعلانات. الأول بيقول عيش حياة الرفاهية الآن، الجملة جميلة بس واسعة ومش واضحة، ما فهمتش منها حاجة. والإعلان التاني بيقول وحدات فاخرة بمساحات نادرة. إيه الكلام الكبير ده؟ هو أصلا مش عارف الإعلان ده مناسب ليه ولا لأ. التالت بقى بيقول له شقة مناسبة لبداية حياة عائلية بمقدم خطة سداد طويلة أو مريحة. هنا بقى الإعلان التالت أوضح ليه، هيتفاعل معاه ليه؟ لأنه بيكلمه في اللي شغله، بيكلمه في اللي بيفكر فيه، بيكلمه في الرغبة بتاعته. هو بيكلمه في شقة وبداية حياة ومقدم طويل، أنظمة سداد مرنة. ده اللي كاتب الإعلان عارف هو كاتب الإعلان لمين ولأي شريحة.
في مزاد ميتا في 3 حاجات مهمة لازم تبقى عارفها. أول حاجة الفلوس، الميزانية، يعني تعمل حسابك إن الإعلان على الأقل يقعد من 7 ل10 أيام، مش يوم و2 و3 وتخرج برّه المزاد. رقم 2 الشخص ده أنت عايز منّه إيه؟ اللي هيشوف الإعلان أنت عايز منّه إيه؟ عايز ميتا تجيب لك ناس تسيب بياناتها، تجيب لك ناس ممكن تفتح معاها واتساب أو تبدأ معاها محادثة، أو تجيب لك ناس بتدخل على صفحات وروابط. أدي رقم 2. رقم 3 الإعلان نفسه، هل هو واضح؟ رسالته واضحة، بيخاطب شريحة معينة، مفهوم، مش مُضلِّل، هاشوف حاجة وأسمع من السيلز حاجة تانية. يبقى لازم الإعلان يبقى مكتوب كويس، يبقى إعلان جيد. عشان يبقى الإعلان ده جيد، تعالَ ناخده بشكل مختصر. جودة الإعلان مش معناه إن التصميم حلو، شيك، جميل، بيخطف اللي قدّام منّك. الإعلان ممكن يكون شكله حلو، بس العميل يخرج منّه سواء صورة أو فيديو مش فاهم أنت بتعرض إيه أصلًا. في العقارات عشان الحملة الإعلانية تنجح، لازم الإعلان يجاوب على أسئلة بسيطة: المشروع فين؟ مناسب لمين؟ الميزة التنافسية إيه؟ أعمل إيه بعد ما أشوف الإعلان؟ هل هاسيب بياناتي؟ هل هافتح واتساب؟ هل هادخل على موقع الشركة، موقع المشروع؟ ما تقوليش بقى فرصة مميزة في موقع مميز، ده كلام واسع أوي مش هافهم منه حاجة، ده إعلان بيكلم الناس كلها. يبقى الإعلان الواضح بيقلل التوهان. طيب ما تلخص لي كده عناصر الإعلان عشان أبقى فاهم المفروض أعمل إيه. في أي إعلان عندك 3 حاجات لازم يبقوا موجودين مع بعض: الرسالة، الجمهور، الcreative. الرسالة دي يعني أنا باقول إيه، الجمهور يعني أنا باكلم مين، الcreative يعني هاقول الكلام ده بإيه، بصورة، بفيديو، بتصميم، كاروسيل، ريلز. لو ال3 دول مش موجودين مع بعض، مش ماشيين مع بعض، الإعلان هيبقى مش واضح. لو بتكلم عميل بيحب القسط زي ما أخدنا في المحاضرة اللي فاتت، والإعلان مخبي المقدم والقسط، يبقى في مشكلة، لأن العميل أصلًا قلقان من الدفع. هنا متى هتصرف الميزانية بتاعتك والعميل هيشوف الإعلان بس هيكمل سكرول كأن الإعلان ما عداش عليه. عشان كده بقى إحنا اتكلمنا في المحاضرات التأسيسية عن الشريحة والعرض والرسالة، مش عشان نطول المحاضرات، عشان الإعلان يبقى فاهم هو بيكلم مين. يبقى لو الرسالة والجمهور وشكل الإعلان مش على نفس الخط، ما تستناش أداء عالي، الإعلان هيتحرق بسرعة. طيب تعالى نسأل نفسنا سؤال: ليه إعلان واضح ممكن ينافس إعلان بيصرف أكتر؟ أجاوب لك أنا على السؤال: لأنه بيعمل 3 حاجات. أول حاجة بيلفت الشخص الصح، مش أي حد وخلاص. تاني حاجة بيخلي الخطوة واضحة، العميل فاهم بعد الإعلان هيعمل إيه. تالت حاجة بيساعد السيلز بعد كده، لأن العميل داخل وهو فاهم جزء من الصورة، فاهم المشروع، فاهم الميزانية، فاهم الوحدات، فاهم هيستلم إمتى. ودي نقطة مهمة جدًا في العقارات. إحنا مش عايزين ظهور وخلاص، إحنا عايزين ظهور بس لجمهور مناسب. وطبعًا زي ما اتفقنا في المحاضرات اللي فاتت إن الإعلان بس مش هو اللي هيبيع المشروع، المهم إن إحنا نهتم بحاجات تانية لا تقل أهمية عن الإعلان، زي الصفحة، زي الواتساب، زي رد السيلز، زي المتابعة. الحاجات دي ما لهاش علاقة بالمزاد، بس بتفرق جدًا في النتيجة النهائية، في تقفيل البيعة. يبقى الإعلان بيصطاد الجمهور، لكن الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها دي هي اللي بتحدد بقى إذا كانت الفرصة دي والعميل ده هيكمل والّا هيبيع. يبقى خلّينا نختم كده ونطلع من المحاضرة دي إن مزاد ميتا مش معركة فلوس، الفلوس مهمة بس الإعلان محتاج يكون واضح، يكلم الشخص الصح ويطلب منه خطوة مفهومة. بلاش إعلان واسع، بلاش رسالة عامة، وبعد كده نستغرب ليه ميتا بتصرف فلوس كتير، الميزانية راحت فين، الحملة فشلت ليه، السوق بقى صعب ليه، الناس ما بقتش جادة ليه. يبقى قبل ما تزود الميزانية اسأل نفسك: هل الرسالة واضحة؟ الشريحة واضحة؟ الصورة أو الفيديو مفهومين؟ الخطوة اللي المفروض يعملها سهلة؟ السيلز جاهز يتابع؟ في المحاضرة الجاية بقى هندخل أخيرا على مدير الإعلانات، بس مش عشان نبدأ نصرف على طول، هندخل نفهم الهيكل مع بعض: الكامبين والاد سيت والاد، وساعتها هتعرف ليه أخدنا كل التأسيس ده قبل ما نفتح مدير الإعلانات.